الكريمة. في هذه الأمسية لنا الشرف الجزيل بأن نستقبل طريقة عزيزة علينا، وهي طريقة الشرفاء الصقليين التي أسسها القطب مولاي أحمد الصقلي، والتي هي موجودة بالبلدة ومعروفة هنالك. والقطب مولاي أحمد الصقلي ولد في القرن الثاني عشر الهجري، أي بداية القرن الثامن عشر الميلادي. وكان في البداية يخالط أهل الله من الطريقة الوزانية، وعلى الخصوص السي الطيب الوزاني. وبعد ذلك التقى بالشرق مع أبو عبد الله بن سلام الحناوي، وكان شيخه في التصوف، وأخذ عنه، وهو الأول الطريقة الشاذلية الخلوتية. وهذا المكان الذي يمثل الزاوية الآن كان يقول عنه القطب الكبير: هذا مقام إبراهيم من دخله كان آمنا. إذن غادي نستمتعوا الحقيقة هذا أكثر من استمتاع، هذه فرحة روحية ووجدان وخمرة كما تقول الصقليين، خمرة ربانية التي تقدم لنا هذه الليلة تحت إشراف سيدي نور الدين الطاهري وأصوات فاس. ونتمنى لكم أمسية سعيدة وممتعة. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 6e soirée du Festival de la culture de Fès, qui a pour tradition, comme vous l'avez vu soir après soir, de partager le patrimoine musical et rituel des différentes confréries soufis. Ce soir, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir la Tariqa Sqalliya. Les Chofas Sqalli de Fès sont les descendants du Qutb Moulay Ahmed Sqalli. La Zawiya Moulay Ahmed Sqalli a été fondée au XVIIe siècle. C'est aujourd'hui encore un lieu où l'on pratique d'une façon régulière le dhikr et le salah. Ces séances donnent souvent lieu à des danses extatiques appelées khamra, ivresse spirituelle. Nous remercions l'ensemble des sponsors et partenaires qui ont rendu ce festival possible, en particulier la Wilaya de Fès, le Conseil préfectoral de la ville de Fès, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires islamiques. Bonne cérémonie, mesdames et messieurs. Umsiya Saïda. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه التقت الحقائق وتنزلت علوم سيدنا آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق كرياض الملكوت بزهر جماله مونقا وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقا ولا شيء إلا وهو به منوط إذا الواسطة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدائم
وحققني بحسبي وعرفني إياه معرفة أسلم بها بموارد الرجال وأقرع بها بموارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتي حملا محفوظا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وازج بي في بحار الأحدية وانشرني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا ظاهر اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك سيدنا زكريا عليه السلام وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك واحلل بيني وبين غيرك إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وتحياته ورحماته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام من تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من عظام فما لعينيك إن قلت كفاها متى وما لقلبك إن قلت استفيق يهيمي أيحسب الصب أن الحب منكتم بين منسجمين منه ومضطرم لولا الهوى لم تريق دمعا على
طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لئيمي في الهوى عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عادتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسب ما حطني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عني عذني في صممي إني اتهمت نصيح الشيب في عدني والشيب أبعد في نصح علي علمت أني فإن أمرتي بالسوء ما تعظني جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعادت من يعني الجميل قراء ضيف ألام برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم من لي براد جماع من غوايتها كما تراد جماع الخيل باللجم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقاوي شهوة النهم والنفس كالطفل تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفضله يا فاطمي فاصرف هواها وحاذر أن تواليه إن الهوى متى لا يسمع أو يصم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسم سمين جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم والصبر بالدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محضاك المصحف التهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لي بعقومي أمرتك الخير لكن ما تأمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولم أصلي ظلمت سنة من أحيا الظلم إلى أن اشتكت قدماه الضر بالورم وشد من سرابي أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدب وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة ما لولاه لم تخرج الدنيا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. ما تنسوش تابونا